بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الرسالة وتهنئة إلى الحكومة وإلى الجهات المختصة بالقبض على الناشط الإعلامي أحمد حجر. هذا إنجاز عظيم يحسب لهم. جميعنا شاهد مقطع أحمد حجر الأخير وما قاله من كلام. هذا الكلام حدث لنا جميعا، كلنا تم الشكوى إلينا من الناس. أنا عن نفسي احتمل المرور في الشارع بيشكي نفس ما حصل لأحمد حجر. فما قاله لا ترتب على أي جريمة، يعني تركتوا المشكلة الكبيرة وشبحتوا من قال من بيتكلم، وعيب انك تتكلم، ما هو ساب انك تتكلم، وحجز حريات. ما حصل في أحمد حجر عيب وخزي في حقكم كدولة وفي حق الجهات المختصة. يعني تركتوا المشكلة وشبحتوا من قال وقالت وقلتي. يعني كنت أتمنى أن أنتم تصيروا تفتحوا الدفاتر حق الأمناء ودوروا فيها من اشترى عماير واشترى البيوت الفاخرة واشترى الأراضي على الخط الرئيسي والذي هم في ركنيات والذي وفتحوا السجلات التجارية وتابعوا من هم هؤلاء الذي دخلوا شركاء في مستشفيات ضخمة وكذلك أصحاب مستشفيات ضخمة وشركات ومصانع وكلام كبير. وإحنا في هذه الحالة الذي نمر بها في الوطن، من أين لهم هذا ما إحناش عارفين. وقال لك لا تتكلمش كذا، أتكلم 70,000 مرة. وبعدين ما جيت لا على أحمد حجر، الكلام الذي قال أحمد حجر بيغنوا بغني في قناة الهوية وفي جميع القنوات وفي جميع أدوات التواصل الاجتماعي ومن جميع الشخصيات. ما جيت لا على أحمد حجر. عيب عليكم، عيب استحوا اخجلوا من نفوسكم. لما تصير تمسك إنسان مسكين مستضعف يعاني من أمراض مزمنة، ليش تتكلم؟ ما يحق لك إنك تتكلم وتاخذه فوق باص معكس بالقناصات، يعني حلقة من حلقات مرد على مدار. هذا وإحنا في القرن العشرين ندري بال21 بيحصل هذا الخبر، وأنتم من دعيتوا إلى الحريات وإلى الديمقراطية وإلى حماية الحريات والرأي الآخر، لكن كلامكم كان كلام وأفعالكم الآن غير كلامكم بل مر نهائيا. هذا يا جماعة الخير إرهاب للإعلاميين، إرهاب لأصحاب كلمة الحق. لا تقول لي إحنا في ظروف ولا إحنا في ظروف. الذي بيقول إحنا في ظروف كنتوا تصلحوا الأوضاع وتصلحوا الأخطاء وتعالجوا المواقف معالج الصح. لا تجي تقولوا لنا هذا إحنا في وضع استثنائي. في الكل قاعد إلا هذا وضع عال استثنائي. صلحوا الأخطاء، حاسب لا يسمعوناش لا العدو ولا الصديق، ولا يتشفوا فينا أي إنسان ولا أي دولة. ما بيحصل وما حصل في أحمد حجر عيب وجريمة في حق الشعب وفي حق الناس وفي حق أصحاب الرأي، ويجب أن يتم محاسبتهم من قام بهذا الحركة المعيبة. أحمد حجر رجل مستضعف يعاني من أمراض مزمنة وأنتم تتحملون المسؤولية. اطلقوا أحمد حجر يوقص وخلوا الناس تتكلم وتعبر عن رأيها وتعبر عن مآسيها وعن الجرائم اللي بتحصل وعن النهب والسرق. هذه كلمة حق أردت أن أقولها. سلامتكم.